السيدة آن إيميل زكي تقدمت بطلب لكي تكون قسيسا وفقط الكنيسة الإنجيلية. خلافات بين الطوائف المسيحية المختلفة بسبب ذلك. معايا داخل الاستوديو القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية شبرا. قس رفعت أهلا بيك. أهلا بحضرتك. والقمص عبد المسيح بسيط مدير معهد دراسات الكتاب المقدس بشبرا الخيمة وأستاذ اللاهوت. أهلا بيك. اهلا بحضرتك. قمص عبد المسيح بسيط، أليس إهانة للمرأة ألا تقبلوها قسيسا؟ الإنجيليون وافقوا، القس إكرام لمعي حتى بيقول إنه هذه الخطوة اللي هي خطوة إنه تكون المرأة قسيسا رسالة لجميع الطوائف المسيحية بأنه الطائفة الإنجيلية لا تفرق بين المرأة والرجل وأنها الأكثر استنارة بين كل الطوائف المسيحية. هو بس أرجو إنك تديني وقت كافي، ولو إن الوقت بالنسبة لي مزنوق، لكن عشان بس الأمور لا اتفضل عشان الأمور تبقى واضحة. اتفضل. النصوص في نصوص في الكتاب المقدس، بس أنا كراجل بتاع كتاب مقدس أو أستاذ كتاب مقدس بالدرجة الأولى وبعلم الكتاب المقدس لازم أخد كل حدث في سياقه. وكان في حساسية في الكنيسة الأولى إن المرأة تقف تعلم في الكنيسة، فكانت بتمنع. ليه؟ سبب بسيط جدا، لأن كان فيه الوثنية وهي بتمثل الأغلبية الساحقة، عندهم معابد زي إرطميس وديانا وفينوس، وحتى عند العرب اللات والعزى ومناه، فكانوا الكاهنات بتاعتهم بيمارسوا جنس، فكانت مديه انطباع مش حلو. ما تسمحش في الكنيسة الأولى إن المرأة تمارس هذا الدور لألا تتساوى بالكاهنة اللي هي بتمارس الجنس في عبادتها في إرطميس مثلا أو في معبد فينوس. فكان في حساسيات معينة الكنيسة حاليا تخلصت منها، لكن عدم رسامتها في الكهنوت ده معتمد على التقليد وليس إقلالا من شأن. فإحنا محتاجين نرجع للخلفية التاريخية، الخلفية الحضارية. وانا اعتقد القمص عبد المسيح بسيط لانه استاذ العهد الجديد فاهم الكلام ده كويس، ان انا ارجع للنص اشوفه اتكتب امتى، مين اللي كتبه، ايه الاسباب. في حاجات تتعلق بكنيسة كورنثوس مثلا، زي ما قال ان كان في عبادة وثنية، كان في ممارسة للجنس الجماعي. الرسول بولس حب يفرق ما بين المسيحيين والوثنيين، فقال للناس جوه الكنيسة ان الست صوتها ما يعلاش، ما تتشبهش بالكاهنات الوثنيات اللي فيه عبادة للجنس داخل المعابد. طيب بتوجه إليكم جميعا بالشكر.